واحد من أهم الفيديوهات اللي هتكلم عليها معاكم النهاردة، لأنه الفيديو ده ممكن يغير لك حياتك تماما. ليه بقى؟ لأن احنا زي ما انتوا شايفين في عنوان الحلقة من بره، وهو العلاقة والجنس. يعني ايه؟ يعني أنا النهاردة ناوي أتكلم على 3 مراحل عمرية انت بتمر بيها، مهمين جدا، وبتبتدي تتعرف فيهم على العلاقة الجنسية اللي بتكون، سواء كانت عاطفة، سواء كانت ما بينك وما بين الجنس الآخر. وأنا هقول لك التأثيرين. يعني أنا النهاردة في حلقة النهاردة هديك حاجتين. يعني إيه؟ قصة المفروض أنت تعملها، والقصة دي لو أنت ما بتعملهاش يبقى أنت غلط. والقصة التانية اللي أنا هقولها هي قصص واقعية طبعا، خبرات بقى سنين بقى بقولها لك. والقصة دي انت لو حصلت معاك قول لي اه والله القصة دي فعلا حصلت معايا. تمام. فهتيجي يلا بينا كده مع بعض نقسم الموضوع ده، لانه في النهاية هو ليه علاقة بضعفك الجنسي اللي بيكون في نهاية بعد سن ال30. تمام. وادمانك للعادة السرية، وادمانك للافلام الاباحية، وفشلك في ان انت تعرف تختار صح، وفشلك في ان انت تختار الزوجة الصح، وفشلك في كل علاقاتك اللي انت بتحاول تنجحها. ده بيكون المرور اللي انا هحكيه لك ده، او المراحل اللي انت هتعدي منها دي، هي بتكون احد الاسباب الرئيسية في ده. فيلا بينا نتكلم على اول مرحلة، وهي مرحلة هتكون من سن ال 14 سنة لغاية سن ال20 وال21 سنة. وبعد كده هتكلم معاك من المرحلة اللي هي 21 وعلاقتك بالجنس الآخر المفروض تبقى عاملة ازاي، لسن ال30. ومن ال30 لغاية ال40 بقى، ده هنتكلم في المرحلة المهمة قوي دي، اللي هي يعني بتكون فارقة طبعا عن المراحل الأولى. بص يا صديقي، المرحلة الأولى وهي من سن ال 14 لغاية ال 21 سنة، ممكن قبل بسنة ولا حاجة، أنت بتبتدي عندك أحاسيس بالطرف الآخر ده، وأنت بتتعرف على الطرف الآخر عادي خالص. أنت المفروض الطرف الآخر أو الجنس الآخر اللي أنت بتتعرف عليه ده، يا تعرفه بالطريقة الصح اللي هتخليك ناجح في حياتك، هتخليك مش بتفكر في العادة السرية، هتخليك بعيد عن دايرة أصدقاء السوء والافلام الاباحيه طبعا، يا اما هتخليك انت بدايه معرفتك بالحاجه دي هي العلاقه دي. طيب انت النهارده عندك 14 سنه، سواء هتعرف الطرف الاخر الجنس الاخر، سواء كان في باص، سواء في باص المدرسه، سواء كان في الفصل، او سواء كان في فصل او درس بتاخده خاص خارج المدرسه مع مجموعه ما، يعني في الدول التي تبيح ذلك. يعني عايز اقول لك انت حياتك بدايتها مع الجنس الاخر هي بتتعرف من اللحظه دي. انت شايف الانثى ازاي بس. تمام. انت شايف الانثى ازاي، وعلاقتك بصاحبك وغيرتك منه ان هو بيعرف بنات ازاي. ركز معايا وافهم، قلت لك الفيديو ده انا عامله عشان والله ذكر. وانت لو وصلت معايا الموضوع ده وفعلا حاسس باللي انا بقوله، بقول لك الموضوع ده من قلبي، يا ريت لايك وشير ومتابعه، و ركز معايا وتابع الفيديو ده. فمن سن ال 14 سنة انت المفروض علاقتك بالطرف الاخر بقى، هديك العلاقة الصح. هي علاقة مش اكتر من اخوية ودرس فقط لا غير. يعني السلام عليكم، السلام عليكم، عاملة ايه، اخبارك ايه، تمام، بتاع اعلان، شكرا على كده وانتهى الموضوع. والله عندنا درس الساعة كام او بتاع، او انتوا في جروب. ده الصح، ده الصح. اكتر من كده حب هيفتح معاك. وهنا بقى القصة التانية، ان انا ايه، حاسس بجزء عاطفي ناحية الطرف الاخر، فهخش معاه في علاقة. طيب هل العلاقة دي نهايتها ايه؟ زيرو. هي بس فتحة باب، زي ما قلت لك، هي فتحة باب ليك لقصة هتبعدك خالص عن نجاحك في حياتك. ركز. هتقولي يا عم ده عيل صغير هي دي البداية، هي دي البداية. صدق، صدق او لا او صدق او لا تصدق، هي دي البداية اللي هتاخدك من، يا اما هتكون انسان ناجح فاهم ومداركك واسعة، يا اما هتكون انسان فاشل وبتجري ورا شهواتك، والكعبلة دي بتاخدك من دروب لدروب تاني، وهفهمك ليه. طبعا انت لو خدت بقى زي ما قلت لك، هو دي المفروض ده الايديال، وان انت تركز في حياتك. وطبعا احنا عندنا فيديوهات بقى للبعد عن الافلام الاباحيه وصديق السوء والحاجات اللي بيشيرها لك، ولو يعمل معاك كده ابعد عنه احسن لك وبتاع، ودايرتك غيرها، والكلام الجميل ده في الفيديوهات السابقه، يعني تقدر تتفرج عليها.
والعاده واضرارها. انا النهارده بتكلم تاني على العلاقه العاطفيه بينك وبين الطرف الاخر. فيديو ممكن يكون طويل شويه، فاعذروني واتفرجوا وافهموا، لان انت بفهمك هتعرف انت فين وهتعالج نفسك ازاي. خلاص، موضوع نفسي شويه يعني. فحضرتك في السن بتاع ال 14 ابعد عن الطرف يعني الطرف التاني ده، او الطرف او الجنس الاخر ده، اللي هي مرحله العاده، مرحله ال 14 ل 16 يعني انت عديت وصلت حتى لمرحله الكليه. ابعد عن الطرف الاخر. انت لا تملك الزواج، انت لا تملك وظيفه، انت لا تملك اي حاجه. انت كل اللي بتقوله كلام في الهوا، في الهوا. مستواك الفكري ضعيف، واسمع مني بس وما تكبرش. يعني لغتك ضعيفة، مستواك الفكري ضعيف، مستواك المادي ضعيف، قدرتك على تحمل المسؤولية فهي ضعيفة. فانت عايش في حالة مع شوية اغاني، فاهمني، وعتاب، وسواء كانت في بداية العلاقة بحب، او في نص العلاقة بشجن، او في نهاية العلاقة بايه بديني كلمة مش عارف، اللي هي الاغاني وائل جسار المحترم، وخلينا ذكرى حلوة بقى وبتاع، وكان نفسي ومش عارفة ايه، ورميته ورماني وهديته وهدني والكلام ده كله. طب انت فين من كل ده؟ وتأثيراتك العاطفية هتخليك بيبقى عندك اولا هياج جنسي. نخلينا مع بعض، لان انتوا بتخرجوا مع بعض، نتكلم بصراحة يعني. بتخرجوا مع بعض، بتتقابلوا مع بعض بره، بتعزمها بتعزمك بتاع، بتاكلوا حاجة مش عارفة ايه، ايدينا في ايدين بعض، بحبك بموت فيكي. بتدخلك في موضوع المكالمات اللي انا عامل الفيديو عنها قبل كده، المكالمات الإباحية. قلت لك دي مشكلة، لان انت بتبتدي بتتطور، لانه انت مش هتقف ابدا عند حتة عاملة ايه دلوقتي ومين بيهون عليك الوقت. انت مش هتقف ابدا على ده. انت مش هتقف ابدا على ده نهائي، ولا اصدقك والله لو حلفت لي على الميه دي تجمد. انت هتخش من المرحله دي للمرحله الجنسيه على طول. في خطوبه يا جماعه؟ لا مفيش خطوبه. في جواز يا جماعه؟ مفيش جواز. هتقعدوا تلعبوا في بعض، ما انا بس بقولها لك يعني. انت هتقعدوا تلعبوا في بعض الفتره بتاعه الكليه، وتغير عليها وتقلب عليك والكلام ده كله، وتعرف هي حد تاني بقى، وتروح هي في حته وانت تعرف واحده تانية، وخلص القلابه شغاله. انت مستقبلك فين بقى؟ يبقى قابلني. واصله؟ يعني انت مستقبلك وحياتك بقى ونجاحك والكلام ده كله فين؟ يبقى قابلني، ويبقى ان شاء الله يبقى قابلني. طب بالنسبه للغتك، انت مقويها عشان حياتك بقى اللي داخل عليها؟ ما احنا قلنا في سن بقى هنخش من بعد ال 21 و 22، اللي هو بعد ما اتخرجت تقريبا، ده وفي ده في كل دول العالم يعني، للسن بقى اللي انت بتواجه فيه الحياة. هل انت مستعد؟ لا، انا حبيت سهى ونهى ولوسي وسوزي وبوسي، وبوسنا بعض وعملنا ولمسنا مع بعض ولعبنا في بعض، وعملت كذا كذا، وكم عادة سرية، وكم فيديو إباحي اتفرجت عليه، وصاحبك شفت البنت الكذا دي صاحبتها عجبت بيك فتعالى. انت بتقع في دايرة والله العظيم. في الوقت اللي انت المفروض تقوي فيه نفسك، انت داخل في دايرة زي الحلزونة، بتقع وبتغرق، وفي النهاية بتخش لسوق عمل انسان ضعيف. انسان ضعيف. فهمت الفكرة؟ فما يبقاش بقى انسان ضعيف وضعيف جنسيا كمان، دي تبقى ليلة سودة يعني، فاهم؟ فانت بتخش مدمر، وافلام وبتاع واعلان، ومدمر عاطفيا. انت لا تؤمن، وكل دي فترة ملاش لازمة يعني. انت معرفتك بالجنس الاخر في الفترة دي ملاش اي 30 لازمة. انت فهمت الفكره؟ يعني انت داخل مرحله في حياتك وداخل فيها بعنف، فاهم؟ وهي ملهاش اي 30 لازمه خالص، ولا ليها لازمه، ولا ليها فايده ليك، ولا بتاع، ولا علان، ولا اي حاجه. اخرك في الفتره اللي انا قلت لك عليها دي، السلام عليكم، عاملين ايه، اخباركم ايه. مش بقول لك تبقى يعني المتنبي يعني، فاهمني؟ انا بقول لك يعني خليك انسان طبيعي يعني، فاهمني؟ في العلاقه ما تدخلش قلبك ده تخليه ليك. عاطفتك دي تحبسها حتى لو انت حبيت، تخيل. ليه؟ لانه ملوش لازمه. انت داخل في حوار وداخل في نقاش. افهم، انت لو داخل عشان تتجوز او وقعت في الحتة دي، انت بتضعف وبتخش، ودي اول حاجة الشيطان بيلعب لك فيها. شفت عاملة ايه؟ بص اللبسة كذا وبتاع، ويلعب لها في دماغها برضه، هي تلبس لك الحاجة الضيقة المحزقة، وتقعدوا انتوا الاتنين ايه في المحزق والملزق ده، وسايبين دراستكم لما يشاء الله يعني. طيب، نخش بعد كده فترة بقى ال 14 ل 16، على بناء على السيناريو الأول. لعبنا كتير وبوظنا بعض كتير، وضحكنا مع بعض كتير في سوزي ولوسي، وفهمت ده كان زي ما قلت لك وعديتهم لك، ودينا وسينا وتوسو وتوسو وحنتوسو.
بتخش بعد كده المرحله اللي هي فيها اقحاف شويه بقى، اللي هو الشغل، وبتتعرف على نوع اخر من يعني العلاقات، نوع اخر اللي هو بقى يعني بتخش بقى في حته السن الاكبر شويه، وانت طبعا ما معكش فلوس، انسان ضعيف، ما معكش حتى في يعني لغة بتقدر عليها، انت تعتبر زيك زي 1000 مليون واحد متخرج عادي، انت ما ميزتش نفسك في ال6 سنين اللي فاتوا. ركز في كلامي عشان تعالج المشاكل دي. ومقضيها عادة سرية طبعا، طبعا اكيد، ما انت كنت ما انت فتحت السيرة خلاص. فمقضيها عادة سرية، افلام اباحية، وشغال انت على الموضوع ده. لو كملت على القصة دي وما وقفتش واقفة مع نفسك وعرفت ضعفك فين وتبتدي تشتغل عليه كدراسة وكفكر والكلام ده كله، انت هتقع في الموضوع ده وهتلاقي نفسك خاطب وبتلعب برضو مع خطيبتك لعبة العريس والعروسة والعريس. وبعد كده برضو انت في نهاية الامر هتفشل وهتفسخ الخطوبة، لان انت هترجع لنقطة انا ما واثقش في واحدة انا عملت فيها. والكلام برضو للبنات، تخلي بالكم من اللي بيبتدي يخش معاكم، لان مفيش حد بيتجوز وهيلعب قبل ما يتجوز. وخلي بالكم انا عندي قصة حقيقية لحد كان يعني خطيء برضو، واحدة مخطوبة يعني، وعملت العلاقة. يعني طبعا في تحاليل المفروض بتتعمل للزواج، منها الايدز وكده، وكان هو مصاب بالايدز وعداها، وكمان يعني هو عداها وما اتجوزوش، أنت فاهم. فنخلي بالنا يعني من النقط البسيطة دي. المهم يعني من سن الاتنين بقى وعشرين وانت في مقتبل الحياة ومعركة الحياة بقى في الشغل، انت لو مشيت على القصة الأولانية اللي هو السلام عليكم، مركز في حياتك مركز في دراستك، هو ده اللي هتلاقيه ناجح في حياته ومنطلق شوية. مش هقول لك يخش أعلى يعني كليات عالية أو بتاع، هو ناجح. هو ناجح يا جماعة. النجاح مش بكلية ايه، النجاح ان انت تبقى ناجح في الحياة. يعني انت داخل اي كلية ناجح فيها متميز فيها، ممكن دي بتخش في مجال تاني خالص تنجح فيه وتشتغل فيه. انت فهمت الفكرة؟ لكن انت مداركك كلها في ايه، في راس سحلبوزك يعني، انا اسف. فخلي بالكم من النقط دي، لانه الكثير منكم بيقع فيها. بعد كده انت يا اما هتبقى سن ال30 ده سن اكون او لا اكون. يعني اللي ضيع اول فترة ممكن يلحق يشوف بقى نفسه، يقف وقفة مع نفسه، يفكر شوية في يرتب اموره في السنين اللي جايه، انه انا محتاج اخطب، فانا محتاج ان انا اكون في وظيفه ما والى اخر ذلك. ما تبقوش شكايين يعني، ما تزعلش مني واسمع مني. الشكاء والبكاء يعني ان انت تبقى شكاي بكاي والظروف، بص لنفسك انت كنت بتعمل ايه. بص لنفسك الاول، انت كنت بتعمل ايه. بص لنفسك انت ضعفت نفسك ازاي، يعني قبل ما تلوم اي حد. ابص لنفسي انا، فاهمني؟ هل انا كنت تمام ولا كنت بتفرج على افلام اباحيه؟ هل انا كنت تمام ولا كنت بعمل عاده سريه بالهبل؟ وخلي بالك انا عارف الحجه، هو احنا ضامنين نتجوز وبتتجوز وفي الاخر بتبقى ضعيف جنسيا، فليه؟ لان انت دمرت نفسك، سمعت الشيطان وسمعت كلامه وسمعت وسوسه. فهمت الفكره؟ انا مش عايزك تقع في النقطه دي. يمكن موضوع الحلقه شويه انا اعطيه للشباب اكتر، لان بعد كده خلاص 30 انت يا اما هتتجوز يا اما انت كنت فاشل بقى، فهتكمل فشلك وهتلاقي حياتك رايحه في التملي من الفشل، يا ثابت عليه يا انزل شويه، يعني تثبت على فشلك او هتنزل. يا اما انسان ناجح واقف واقفه مع نفسه، عرف اخطائه ايه، مركز في حياته. وخلي بالك اللي بيركز في حياته ربنا بيفتح له باب تاني بيخش فيه على الاحسن والافضل، وتلاقي نفسك كويس. لان انت حتى انسان لما تبقى انسان مدمن للعاده السريه، بتفرج على افلام اباحيه، نظرتك لزميلتك اللي في الشغل هي نظره جنسيه. خلينا نتكلم بقى يعني برضو بصراحه، الطفل او الشاب اللي بيتفرج على افلام اباحيه نظرته لدكتورته اللي في الجامعه هي نظره جنسيه. زميلته هي نظرته نظره ليها نظره جنسيه، يعني هي بيشوفها عريانه. بس نبقى برضو انت تبقى فاهم انت واصل لفين، فاهمني؟ انت رايح فين، فانت مش هتنجح. وناس كتير شالت الجزء ده وقعوا كتير، فقدوا شغلهم وفقدوا لو هم في دول خارجية فقدوا إقامتهم وترحلوا. وكل الكلام ده ليه؟ لأنه شال مع الكاستمرز. يا أخي لو أنت شغال في سيلز وبتاع وأنت ما بتمسكش أعصابك وشايف تملي أصل لابسة أصل عاملة، فبتخش في حتت اللي هي بتكسر انت بروتوكولات الشغل اللي المفروض تمشي عليها، لان انت وقعت زي ما قلت لك وضعفت جنسيا بسبب ان انت ما عودتش نفسك من الاول على ان انت تكون راجل فاهم عارف تفرق. بتقع في الموضوع ده، بتغلط في الموضوع ده، وبتبتدي تكسر بروتوكول الشغل، وفي النهايه بتشتكيك وبتقول ده بيتحرش بيا لفظيا او بيبعت لي كلام خارج عن نطاق الشغل، وتلاقي نفسك انت في الشارع بره. طب انت ايه اللي نابك؟ ولا حاجه، فاشل. فهمت الفكره؟
جماعة مفيش واحد ناجح مدمن عادة، خلينا نتكلم بصراحة. مفيش واحد ناجح وهتلاقيه مدمن أفلام إباحية. مفيش، لأنه الناجح ده عنده حاجات كتيرة بيفكر فيها، في حاجات كتيرة بيخش فيها، بيشوف فين أسباب الكذب. خلي بالك في قصة ذي القرنين، ودي آخر حاجة أنا هنهي بيها. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لك فأتبع سببا، يعني انه كان تملي بيحط سبب للنجاح في الايه، في اللي هو خاطئ. فأتبع سببا، فأتبع سببا، فاهم؟ يعني كل شيء كان ليه سبب. فاكيد يعني اكيد يعني مش من الاسباب ان انت تبقى مدمن عاده. وخلي بالك قلتها لكم قبل كده، واتفرجوا على الفيديوهات السابقه، ولايك وشير ومتابعه لو انت متابعني لغايه دلوقتي. مفيش حاجه اسمها انسان ناجح مدمن عاده. مفيش حاجه اسمها انسان ناجح بيعمل ولا هتكون قوي جنسيا. خلاص خلينا متفقين، يعني هتبقى ضعيف جنسيا. ضعف الجنسي يعني ان انت ما بتحققش التارجت ده اللي هو الحاجات يعني البديهية. يعني ضعف مثلا للانتصاب السحلبوز اثناء العلاقة، ده تارجت، ده ما ينفعش يحصل. ان انت ما بتجيبش دقيقتين بيحصل لك قذف في اقل من دقيقة، ده التارجت، ما ينفعش يحصل. فهمت؟ اللي انت بقى بتعمله الفترات اللي انت عشتها باحتقان البروستاتا اللي بيجي لك عشان انت تملي بتسخن نفسك، وهي طبعا معاك في بره في سينما في مسكن الايد ده، فبتلاقي نفسك انت بيحصل لك برضو اثاره، وبتلاقي نفسك ومش عارف تغزف، فبيحصل لك المشاكل بتاعت البروستاتا والتهابها والكلام ده كله، الم اسفل البطن والكلام ده كله. عموما بشكركم شكرا جزيلا، وكلمونا وابعتوا لي تعليقاتكم على الفيديو ده في اخر الفيديو. واتمنى يكون حلقة النهارده عجبتكم، واتمنى ان هي تكون مفيدة. وانا زي ما قلت لكم انا اخ، اعتبرني اخ كبير ليك، بقول لك الكلام اللي محدش بيقوله لك، والكلام اللي عمر ما حد هيقوله لك، لانه اللي بيقول لك ما بيقولكش الحقيقة. اللي بيقول لك بيفهمك انه الغلط صح. يعني العاده صح، الافلام الاباحيه يقول لك بتعلمك ان انت تعمل علاقه ازاي، وهو الموضوع بعيد تماما. لا ده ملوش علاقه بده خالص. ده اللي انت بتشوفه ملوش علاقه بده خالص، واللي انت بتشوفه مش شرط تعمله، عشان بيفهمك ان العاده عادي وما فيهاش مشكله وادمنتها. فهو قول باطل يريد بحق. فركز تقعش في الكمين ده، عشان كتير سبقوك وقعوا فيه، وكتير برضو جايين هيسبقوك، هيبقى لاحقين عليك وقعوا في الكمين ده. فيديو كبير بس فيديو مهم، وحاببكم تتفرجوا عليه. ولو وصلت لغاية كده ادعي لنا دعوة حلوة في الكومنتات، ولايك وشير ومتابعة، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة.